والله يا أخي لم يأتي بجديد. هذا المجلس الرئاسي كان يفرض أن يحل كل كاملا، يعني ما يحل البحسني مسكين، لا في يده ولا في ظهره ولا في بطنه. كان ينفذ توجيهات من أسيادة في الإمارات، ولذلك الاتهامات التي وجهت للبحسني كان نفس الاتهامات التي توجه لطارق، توجه لأبو زرعة، توجه لعيدروس. يعني حملوا المسكين هذا الثقل كله فوق البحسني. هذا المجلس فشل طوال 8 سنوات 10 سنوات باسم الشرعية. اللي المفترض أن يحل هذا المجلس وأن يشكل نائب ورئيس أمام البرلمان اليمني، يقر البرلمان اليمني نائب ونائب رئيس فقط يقودوا الدولة ويعودوا قيادات الدولة من الكفاءات الوطنية، أمثال أحمد الميسري، أمثال بن عديو، أمثال صالح الجبواني، قيادات وطنية تستطيع أن تغير المشهد. مش جايب لي ناس مساكين، رجل في الإمارات ورجل في السعودية، ناس عندهم جنسيات. كيف بالله عليك واحد عنده جنسية إماراتية وعياله مرهونين في الإمارات وتنتظر منه يغير لك كل شيء؟ هذا من تقصد بالضبط؟ من تقصد بالضبط؟ أقصد طارق عنده جنسية، أبو زرعة عنده جنسية، عبد الرحمن الشيخ عنده جنسية، وأولادهم في الإمارات. هل يعقل يعني السعودية يفكروا بهذا التفكير السطحي بالله عليك؟ هؤلاء ناس تابعين للإمارات. هل يمكن السبب انهم رضوا بان يذهبوا الى الرياض وبالتالي قدموا الولاء للدكتور رشاد العليمي وكذلك الولاء لقادة التحالف السعودية؟ والله لا ولاء للسعودية ولا ولاء للتحالف ولا ولاء لهم لليمن ولا هم لحمد بن زايد. وخذ هذه للعبر وذكرها في التاريخ، وانا ساعطيك المفيد والجملة المفيدة اليوم. ان دويلة الامارات عادت عيدروس الى الضالع، وحاليا عيدروس موجود في جبال الأزارق مع أحد مرافقيه، يرافقه شخص واحد. هذه احفظها لك للتاريخ، وسيظهر عيدروس قريبا من الضالع. الإمارات لم تخرج، الإمارات ما زالت موجودة قوية بأدواتها، وشاهدنا اليوم في سقطرى. وهذا الخلط الأوراق للسعودية، يعني الأشقاء في السعودية للأسف الشديد لديهم مستشارين ولديهم يعني عناصر من اليمن يكذبوا عليهم 8-10 سنوات ولا تعلموا 10 سنوات. يعني ما يقعش تجرب المجرب. في قيادات وطنية للبلد، في كفاءات عسكرية. يعني أنت حتى نوضح هذه النقطة، وجهة نظرك كانت هي في تغيير شكل مؤسسة الرئاسة بحيث لا يكون مجلس من 8 أعضاء. هذا المفترض، هذا المفترض. يعني أنتم قربتوهم وهم اللي سلموا المحافظات الجنوبية، مش سلمتها السعودية. هؤلاء اللي قالوا وقعوا عدة اتفاقيات من 99 سنة، باعوا البلاد. كيف تعيد انك تقربهم مرة أخرى؟ طيب. باعوا الاتصالات، باعوا الجزر، باعوا الموانئ، هم انفسهم هؤلاء في المجلس الرئاسي. يا رجل واحد من أعضاء المجلس الرئاسي سأله واحد قال له سقطرى، قال له ايش المشكلة وأخذت؟ هذا اللي تابعين من السعودية مش الجناح الإمارات. قال ايش المشكلة لو تأخذ الإمارات سقطرى؟ طيب. واحد من هؤلاء أعضاء المجلس الرئاسي. هل تنتظر منهم أنهم بيصلحوا البلد؟ هؤلاء يدافعوا عن مصالحهم، عن شركاتهم، عن أموالهم. طيب. عن مصالحهم في الإمارات، واليوم يشتغلوا مع الإمارات ويشتغلوا مع السعودية. لذلك لن يتحقق أي نجاح. واذكر هذا الكلام لا في عدن ولا في شبوة ولا في لحج ولا في أبين. ستظل الأحداث يعني سيظل الوضع كما هو عليه. نرجو أن تتحسن الأحوال على كل حال ويتم